السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. رمضان كريم ونتمنى تكونوا كدوتوا في احسن الاحوال. اليوم بغيت نشارك معكم الطريقه ديال الملوي اللي كيجي ساهل في الخدمه ديالو ومورق وهشيش وما كياخذش منا حتى بزاف ديال الوقت، واهم حاجه انه ناجح الصراحه. بالنسبه لهذا الملوي اللي كيجي يعني داير كيجي شويه صعيب في الخدمه الا ما عرفناش الطريقه، ولكن الطريقه اللي غنشارك معكم صراحه كيجي زوين بزاف ولذيذ. كنتمنى ان تعجبكم الوصفه وتجربوها. بالنسبه للمقادير وطريقه التحضير، انا غادي نعجن في العجانه. اول حاجه ضفت واحد القياس ديال الماء. انا ضفت نص سيطرو، تقدروا تضيفوا القياس اللي يعجبكم، بغيتو تكثروا بغيتو زعما ديروا غير شويه. هنايا ضفت زلافه ديال الفينو، وغنضيف كذلك زلافه ديال فرص الحرش. الا ما كانش متوفر عندكم الفرص الحرش تضيفوا زلافه ونص ديال الفينو. صافي هنايا غنخلط العناصر ديالي ديال اللي هما الفرص والفينو، وغنخليهم بحال الطريقه ديال الحرشه، يعني انهم كيشربوا شويه. كنضيف عليهم بعدا سنيده، معلقه ديال سنيده، تقدروا تضيفوا العسل وشويه ديال الملحه. وغنخليهم كيرتاحوا شويه بحال الطريقه ديال الحرشه، يعني غيشربوا. عاد من بعد هنايا راه درتهم في العجان باش يتخلطوا شويه. وهانتوما الخليط اللي حسنا عليه، يعني كيكون ديك الفرص الحرش وكذلك الفينو رطاب وما كيبقاوش كيعذبونا. من بعد غنضيف غير القيس ديال الفرص الرطب كما كتشوفوا هنا. ضفت الزلافه، ولا بالكم باللي خاص الماء ولا خاص الفرص راه حنا كنضيفو. انا هنايا ضفت الزلافه، وبان لي ان خاص شويه ديال الماء، بقيت كنضيفو بشويه بشويه وانا كنعجن. وبالنسبه للعجانه ماشي ضروري تستعملوها، تقدروا هاد الطريقه تستعملوها غير بيديكم، كيجي ساهل وناجح. صافي هنايا كما كتشوفوا الخليط ديالي راه ما خصوش يكون قاصح. اهم حاجه بالنسبه للملوي بالنسبه لي الصراحه، انا هاد الطريقه اللي جربته وصدقات معايا زوينه، انه العجينه ما تجيش قاصحه، حيت هو الملوي الصراحه خصوصا في البرد كل ما كانت العجينه مرخوفه ورطبه كتكون احسن، كتجينا سهله في الخدمه، خصوصا بعد ما كندوروه يعني كنلويوه وكنبغيو ندقوا عليه باش اننا نطيبوه. الا كانت العجينه قاصحه راه كتاخذ لنا الوقت بزاف، يعني خصنا نصايبو بحال في الصباح عادي يمكننا نطيبوه في العشيه. المهم هنايا كما كتشوفوا العجينه راها كانت معلوكه مزيان رطبه. هنايا باش لما نوجد المقادير اللي غنحتاج في التوريق درتها في واحد البلاستيكه. هنايا بالنسبه للتوريق غنحتاج الفينو، كنضيف معاه معلقه ديال الخميره. هنا كانت عندي غير نص خماره، داكشي علاش كتبان لكم انها خماره، كنت ديجا واخده منها. كنخلط الفينو مع الخميره وكنخليه على جنب. وبالنسبه للزيت انا هنايا كما كتشوفوا درت معلقه كبيره ديال الزبده كل ما كانت الزبده الصراحه نوعيه جيده تكون زوينه. انا استعملت غير الزبده ديال البواطه لا بريري، وزدت عليها الزيت. ما ذوبته ما حتى شي حاجه، حيت في المره الاولى كنحتاجو غير الزيت على ما كنطلقوا باش كنطلقوا المسيمنه ديالنا. ومن بعد كنحتاجو داك شويه الزبده على حسب التوريق. هنا كما كتشوفوا العجينه كيفاش ولات، راه كتولي رطبه بزاف وزوينه. كنبدا ندير كريسات متوسطين، انا ما درتش كريسات اللي هما كبار. بطبيعه الحال الحجم كيبقى على حسب اي واحد. صافي هنايا عاودت خليتهم يرتاحوا شويه، ممكن نخليهم يرتاحوا شويه لان كما قلت لكم العجينه مرخوفه، ما نحتاجوش اننا نخليوها واحد المده طويله. وهنا كما كتشوفوا راه بديت كنخدم، هانتوما راها مورقه وسهله كتمشي معايا كما بغيت، فين ما بغيت كنديها. وماشي مشكل الا تقطعت لكم كما كتشوفوا انا راه تقطعت لي شويه، ماشي مشكل، ما كتاثر على حتى شي حاجه. هنا من بعد ما ورقتها غير بالزيت، داك طريف الزبده حتى كنحتاجو عاد كناخذ منه شويه. ومن بعد ما ورقتها كندهن بشويه ديال الزبده وكنرش شويه ديال الفينو وصافي. وعاد كنطويها الطويه ديال بحال غنطوي مسمنه عاديه. من بعد ما كنطويها في هذه المرحله كنعاود ندهن بشويه الزبده وكذلك كنرش بشويه الفينو وكنبدا نلويه. بالنسبه للويات كنلوي بطريقه اللي كتجي مرخوفه، ما كنديرش بحال كنلويو الشنك، يعني خصنا نجي مجموعه بزاف، وانما كنخليو الفراغ ما بين الطويه والطويه. هنايا صافي كما شفتوا راه كنلويو الجناب وكنخشيو داك الطريفات اللي كيبقاو في هذيك التاليه في اخر وحده، يعني بحال كنلموها. صافي هنا عاودت معكم وحده نفس الطريقه، كنسرح بالزيت وكندهن شويه الزبده والفينو
وكنطوي وكنبدا نلوي نفس الطريقه، راها ساهله، ولكن الصراحه صدقوني راه كتجي زوينه، خصوصا العجينه. اهم حاجه الصراحه انا بالنسبه لي خصوصا في الشتاء، اما في الصيف من الاحسن انكم ما ترخفوهاش بزاف، حيت الا رخفتوها راه العجينه ما غاديش صلاح لكم كاع تخدموا بها، حيت كتكون الحراره بزاف. المهم في البرد من الاحسن انكم ترخفوا العجينه. هنا كنوريكم باللي راني ساليت، كنغطيهم بطبيعه الحال بلاستيك ونخليهم شويه، وكنبداو كنطلقوا بهم، راه كيطلقوا لنا بسهوله. انا صراحه هنايا في هذه المرحله اللي كانت عندي كنلقى مشكل، حيت من اللي كنبغي نطيبهم ما كيبغيوش يطلقوا لي، خصوصا في البرد. لقيت راسي انني كنت كنقصح العجينه، وصعيب باش انها ترخف بسرعه، خصوصا البرد بارد الحال، يعني بحال رحنا في الثلاجه ما يمكنش انها غترخف دغيا. ملي جربت الطريقه ديال العجينه مرخوفه صراحه كتجيني ساهله، يعني يمكن نبدا باول وحده اللي صايب صراحه كتجي ساهله في انني نقرص على حساب العجينه. صافي هنايا راه بديت كنطيب فيهم فواحد المقله ثقيله، وكندير شويه الزيت، وحتى الزيت صراحه ما كياخذوناش بزاف، حيت راه صافي الزيت اللي درناه راه كافي، الا بغيتو ترشوا شويه وصافي. هنا وريتكم باللي راه كتجي الصراحه مرقه من الداخل، صراحه كيجي زوين بزاف. انا صراحه عجبتني هاد الطريقه اللي ديجا كنت كنصايبو، ولكن هاد الطريقه صراحه كتجي زوينه، خصوصا بالنسبه للناس اللي كيفضلوا هاد الملوي على المربع على الرغيفات. بالنسبه للرغيفات هما تقدروا ديروا نفس الطريقه، غير هما ماشي مشكل الصراحه، كي واخا العجينه كتكون قاصحه ما كتشكلناش اشكال مقارنه مع هذا. صافي هنا كنبقى مستمره كنطيب. هانتوما كما كتشوفوا راه حتى كيتنفخ بحال زعما كنطيب بحال عادي، يعني كيجي مفشفش وهشيش وزوين. المهم ما نشكركمش بزاف، ولكن صراحه الا جربتوا هاد الطريقه، خصوصا بالنسبه للناس اللي غيكونوا بحالي ديجا ما كانش كيصدق ليهم مزيان، خصوصا في الطريقه ديال كما قلت لكم ديال الطياب. ها نتوما راه كيجي هشيش كله جا صراحه بحال هكا، وجا كيتنفخ وكيجي زوين بزاف. وكنتمنى انها تعجبكم الوصفه وتجربوها، خصوصا الطريقه. اما الوصفه المسمن صراحه راه معروفه، ونتمنى انها تعجبكم الطريقه وتجربوها وينجح معاكم. ولا عجبتكم ما تنساوش ديروا لايك، تشتركوا في القناه اذا كنتوا اول مره كتشوفوها. بسلامه. هنايا نسيت ما قلت لكم باللي من بعد ما كنبداو كنطيبوا كنحطوا على واحد الزيفله هكا اللي ما يخليش انه يعرق، يعني ما نحطوش فوق الطبسيل ولا فوق شي حاجه بلاستيكيه ولا ديال الزاج، حيت غيعرق لنا. صافي كنخليه هكا كنحطو فوق منديل، ومن بعد ما كنسالي واحد الكميه، المهم مثلا صايبنا 10 واحد الخمسة، كنبدا نضربهم بيدينا باش كيزيد يتحل. المهم صافي هذا هو المسمن ديالنا اللي شاركت معكم. انا حطيته في الطبسيره كيجي كما قلت لكم زوين بزاف، ونتمنى انه تجربوه ويعجبكم. سلامه.